العالم من حوالينا زي بحر ملوش أمان، ساعة المنظر جميل في غاية الروقان، وساعات الموج يخبط ويطلب معاه الجنان. ودي حكاية البشرية، ولا إيه يا إنسان؟ ودخلت البشرية سفينة بلا دفة وعنان، سفينة حواليها عواصف وعلى وشك الغرقان، وافتكروا ربنا سابهم أو يمكن نايم نعسان، وما كانوش يعرفوا أبداً إنه هو القبطان. يا إنسان، سلامك ضعف وأمانك بقى مستهلك. غرقان في سفينة فزورة مش عارف تحلها من جهلك. العواصف والرياح خلوك مش حاسس باللي خلقك، فصرخت بكل خوف تقوله: أما يهمك أننا نهلك؟ أما يهمك أننا نهلك؟ أما يهمك أننا نهلك؟ تعالي ومش شايفينك، ورعد وهم فاكرينك، ده احنا بنهلك مش هنجيلك. فين انت يا معلم فين؟ بص معانا بكل يقينك، وفي السفينة باين واخدينك، نايم في الآخر سايبينك. ما تنام امتى غرقانين؟ تعالي ومش شايفينك، ورعد وهم فاكرينك، ده احنا بنهلك مش هنجيلك. فين انت يا معلم فين؟ لو انت فعلا خلقتنا وللمكان ده جبتنا، فين انت فين ليه سبتنا؟ احنا بنهلك ومرعوبين. فين جوه الصورة؟ طوفانك هلك المعمورة، نارك حرق سدوم وعمورة. هو احنا عندك مش غاليين؟ تعالي ومش شايفينك، ورعد وهم فاكرينك، ده احنا بنهلك مش هامنينك. فين انت يا معلم فين؟ طب قول لنا ليه الحروب، ليه الكوارث والكروب؟ من أسئلتنا مفيش هروب إلا لو احنا مش مهمين. طب انت فين بقى قول لنا؟ سايبنا نهلك كلنا، طب نعمل ايه حلنا؟ سمعنا ولا نروح لمين؟ الموت عالي ومش شايفينك، برق ورعد وهم فاكرينك، ده احنا بنهلك مش هامنينك. فين انت يا معلم فين؟ احنا بنهلك مش هامنينك، احنا بنهلك مش هامنينك، مش هامنينك، مش هامنينك، مش هامنينك. احنا بنهلك مش هامنينك، مش هامنينك. إيه، سنين بتعدي بقت ذكرى، واللي جاي كمان رايح. حياتك تعريف مش نكرة. افهم بقى الدرس يا فالح. الوقت بيجري على فكرة، اوعى تكون مشغول سارح. فلما يجي عليك بكرة يبقى النهاردة كان امبارح. أهلا بيكم يا سادة في غرفة المفاتيح. تعالوا نتسلى شوية ومن ضغوطنا نستريح. قدام عينينا فزورة كبيرة على الحيطان، هنلاقي كلمات قالوها عظماء في كل زمان، وحكم بيكتبوها على ظهر العربيات، وأمثال وأشعار متعددة الأبيات. وفي آخر الأوضة باب عليه كتير أقفال، عايزين نفتحه ونعبر معاه لأفضل حال. يا ترى المفاتيح اللي تفتح على إنهي أقوال؟ نفس الوضع ده في حياتنا، اللي كتير شمسها بتغيب ورا السحاب والليل. طب إيه اللي يرشد لينا خطواتنا؟ إيه يكون لحياتنا دليل؟ الدليل ومفتاح الإجابة اللي يفتح البوابة، إن أقفال كتيرة على الأبواب، ومفاتيح حياتنا جوه الكتاب. لما فلوسي تبقى في جيبي الناس ما تشوفش عيبي. ليس حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. أنا في المصلحة مش إنسان، أصل أنا ومن بعد الطوفان. كل من يثبت فيه لا يخطئ، وكل من يخطئ لم يبصره ولا عرفه. ليس من الذكاء أن تحارب بسيفك، بل كل الذكاء أن تضع رقاب من حولك أمام سيوف أعدائك.
ولم يصنع هناك قوات كثيرة لعدم إيمانهم. ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك، وقصها على أولادك، وتكلم بها حين تجلس في بيتك، وحين تمشي في الطريق، وحين تنام، وحين تقوم، واربطها علامة على يدك، ولتكن عصائب بين عينيك، واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك. ولا تصنعوا لكم أوثانا، ولا تقيموا لكم تمثالا منحوتا أو نصبا. احنا بنهلك. لما بنجري ورا السراب نهتم بخيالات فارغة وهملين قراية الكتاب. الخميس الكبير أحداثه مهمة كتير، صحفة وخروف ومنشفة وصحن ومستير. أول حاجة تذكار الفصل، جابوا خروف من الحملان وربنا إدى وصية ونصح. خد من دم واعمل دهان، فحمة مولعة جوه الشورية، ده لاهوت وناسوت متحدين. دم الخروف على العتبة العليا رمز الدم غالي وثمين. وياكلوه مشوي بالنار، وليمة على أعشاب مرة، كآلام وموت إله جبار خلى نفوس البشر حرة. لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. وهكذا تأكلونه، أحقاؤكم مشدودة وأحذيتكم في أرجلكم، وتأكلونه بعجلة، هو فصح للرب. ويكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها، فأرى الدم وأعبر عنكم. الخروف دي حكاية كانت من قديم، حكاية عن خلاص إلهنا، حكاية عن عبور عظيم. دم الخروف على العتبة العليا اترشوا على القائمتين. ملاك الموت لقاه على البيت فعدى وسابه في غمضة عين. والبيت اللي بدمه اتغطى كان ليه ده أعظم تأمين. ملاك الموت على البيت عبر، وعبور بيسلم لعبور. ده شعب الرب البحر عبر، دايسين عالباج والصخور. فرعون النفهر ما أف أمسفسي إنشيل إسرائيل. يا هنانا بالحرية، أصل من عمق العبودية إلهنا سمع الصرخة. يا هنانا والقلب مسرور، طبعا فرحان بالعبور. والعبور ده يعني بصخة. اسمه بيتك شوي سفشو بيني افسو تيريا هو تتيمو نبي وهو نبسو نبي أمارين شائمين. آمين. شعب الله ماشي ورا موسى رئيس الأنبياء، بعصايته يصنع خلاص وعجايب ويشق الماء. بس موسى كان رمز، لم الناس حواليه، وآن الأوان يختفي الرمز ويظهر المرموز إليه. ونرجع تاني للخميس الكبير اللي أحداثه مهمة كتير، صحفة وخروف ومنشفة وصحن ومستير. نحن الآن مندهشون من الجالس عند أرجلنا ليغسلها. وصب مية وابتدى يغسل رجلينا إحنا التلاميذ. إنه أمر عجيب لا يقبله الإنسان العادي إن لم يعطى نعمة من فوق.
انت مش عارف دلوقتي انا بعمل ايه، لكن هتفهم بعدين. فيا للعجب، الرب اليوم عند قدمي ليغسل أوساخي، يطهرني، إنه يعلمني الاتضاع والانسحاق. ومن لا يقبل الرب على هذه الصورة فليس له نصيب معه. لا، مش هتغسل رجلي أبدا. لو مش هغسلك ملكش معايا نصيب. الرب يغسل أرجلنا ليعلمنا أن نصنع ذلك بعضنا لبعض، ويطمئننا أن الذي اغتسل مرة بالمعمودية لا يحتاج إلا لغسل قدميه فقط، فالذي اعتمد يكفيه دموع التوبة ليجد يسوع جالسا عند قدميه. هو الرب يغسلنا، يرفعنا، ينقينا ويطهرنا من كل دنس، يفتح عيوننا لنفهم حبا هذا مقداره، الحب الذي لم يفهمه يهوذا، الحب المبني على اتضاع مطلق ومحبة غير مشروطة. كان التلميذ الخائن لا يصدق إلا في الملك القوي. مش كلكم طاهرين. لا يفكر إلا في السلطان والجاه والنفوذ. كان يفكر في قوة الأرض. أما الرب فأراد أن يرفعنا لقوة السماء، لتكن لنا مثل هذه الثقة إن قبولنا الرب يسوع له كل المجد الجالس ليغسل أقدامنا يرفعنا لقبول معنى الحرية والحياة. أيها المن السمائي، أي فخر أنا فيه، فاتحادي بك ربي هو مجد أبتغيه. إنه شفاء لجسدي من سقام تعتريه، يكتسي بثوب برك منك ربي أرتديه. هيأت قدامي مائدة تجاه مضايقي، أعطيتني جسدك مأكلا حقا بهيا، ودمك الطاهر يروي كل عطش في مضيا، وثباتا فيك ربي يمحو آثامي العصية. فتعال يا يسوع، طهرني بقوتك واجعلني مستحقا لنوال نعمتك. افتح القلب ليفهم معنى حب ذبيحتك، ويسبح دوما ويشدو بعظيم محبتك. هيأت قدامي مائدة تجاه مضايقي، أعطيتني جسدك مأكلا حقا بهيا، ودمك الطاهر يروي كل عطش في مضيا، وثباتا فيك ربي يمحو آثامي العصية. احنا بنهلك لما بنبعد عن مذبحنا ونفكر بكده إننا اكتفينا وارتحنا. لنمشي معا في وادي قدرون،
ونسبح ونخرج إلى جبل الزيتون، وينكشف لنا من ينكر ومن يخون، حتى نصل جثماني بين أحضان الحنون. شايفينه ازاي واقف في البستان بيصلي راكع، نائب عن الإنسان، عرق وقطرات دم نازلة كمان وكمان نتيجة خطايا البشر والجحود والعصيان. يا رب، ما تخلينيش في يوم أنكر اسمك أو أسلمك أو أخونك، واشتهي أقبض تمنك. خلقتني وخلتني شبهك على شكلك ورسمك، وفي ضعفي بتاخدني وتخبيني جوه حضنك. حينئذ جاء معهم يسوع إلى ضيعة يقال لها جثماني، فقال للتلاميذ: اجلسوا ها هنا حتى أمضي وأصلي هناك. في جثماني كانت صلاتك من أجلي أنا الأناني. إزاي يتم تغيير كياني من غير ما أركع وراك وأصلي معاك، أصلي ليك يا إلهي من تاني. أيها الابن الوحيد، الإله الكلمة الذي أحبنا وحبه أراد أن يخلصنا من الهلاك الأبدي، ولما كان الموت في طريق خلاصنا اشتهى أن يجوز فيه حبا بنا، وهكذا ارتفع على الصليب ليحمل عقاب خطايانا. نحن الذين أخطأنا وهو الذي تألم، نحن الذين صرنا مديونين للعدل الإلهي بذنوبنا وهو الذي دفع الديون عنا. لأجلنا فضل التألم على التنعم، والشقاء على الراحة، والهوان على المجد، والصليب على العرش الذي يحمله الكاروبيم. قبل أن يربط بالحبال ليحلنا من رباطات خطايانا، تواضع ليرفعنا، جاع ليشبعنا، عطش ليروينا، صعد إلى الصليب عريانا ليكسونا بثوب بره، وفتح جنبه بالحربة لكي ندخل إليه ونسكن في عرش نعمته، ولكي يسيل الدم من جسده لنغتسل من آثامنا، وأخيرا مات ودفن في القبر ليقيمنا من موات الخطية ويحيينا حياة أبدية. ها إلهي، إن خطاياي هي الشوك الذي يوخز رأسك المقدسة. أنا الذي أحزنت قلبك بسروري بملاذ الدنيا الباطلة. وما هذه الطريق المؤدية للموت التي أنت سائر فيها يا إلهي ومخلصي؟ احنا بنهلك لما ما بنقفلش علينا الباب، ما بنتمتعش بوقفة صلاة في معية رب الأرباب. هناك مسكوه اهو، محدش يتحرك من مكانه، المكان كله محاصر. دوروا على المتهم في كل حتة، مش هنروح إلا بيه. انت بتاعتك، وانت فيكي شبه منه، وريني بتاعتك انت كمان. اهو انا عارفه، واقف هناك. اجروا امسكوه، امسكوا كل اللي معاه، اوعوا حد يهرب. يا فندم كل اتباعه جريوا بعيد، وده من خوفهم بالتأكيد. مش فاضل غيره هو، نسيبه ونجري ورا اللي جريوا؟ لا، مش مهم اتباعه دلوقتي، المهم هو. امسكوه واوعوا يهرب منه، انا عاوزه حي. وهجموا عليه الجبلة
وهو واقف في البستان وسمعنا أصعب جملة: القبلة تسلم ابن الإنسان. وجريوا التلاميذ بعيد من الخوف بالتأكيد، وعشان المحبة اتغلبت دخل القلب صديد. احنا بنهلك لما نبعد عن بعضنا حبة ونزود مساحات البعد وما يبقاش في قلوبنا محبة. وتلحم الخميس بالجمعة كأنه يوم ما بيخلصش، من جثيماني للجلجثة أحداث كتير ما بتقفش، وربنا يسوع المسيح دايما سهران ما بينامش. لو قلت له ريح يا رب يقول لك عن خلاصك ما بريحش. اهلا بيكم يا حضرات. انتوا جايز ما تعرفونيش، بس انا عارفكم واحد واحد. مش مهم، تعالوا ندخل في المهم. قضيتنا النهارده للوهله الاولى قضيه خسرانه، بنحاكم المسيح شخصيا وجايبين حضراتكم علشان تحكموا. طبعا بما ان حضراتكم كمسيحيين متدينين لا يمكن توافقوا على المحاكمه من اساسه، بس معلش استحملوني واسمعوني للآخر، والحكم في النهاية ليكم انتم. خلوني أسألكم سؤال: هو المسيح اتألم قد ايه؟ تعالوا نفكر كده. هو ابتدى يتعذب الجمعة الصبح ومات على الصليب الجمعة بعد الظهر، يعني حوالي 9 ساعات. دي صورة الواحدة من المرضى الموجودين في معهد الأورام، بتتألم من مرضها بقالها 8 شهور، وطبعا لسه قدامها شوية وهتموت في الآخر. معلش، سؤالي هنا: مين اتألم أكتر، هي ولا هو؟ لسه بتفكروا ها؟ طب هنروح بعيد ليه؟ احنا النهارده معانا شخصيتين احب اعرفكم عليهم. ممكن تعرفنا باسمك؟ شوقي. السن؟ 19 سنة. المهنة؟ طالب. قول لنا بقى مشكلتك ايه يا بيشو؟ مش عارف. مش عارف مشكلتك ايه؟ مش عارف أي حاجة، ولا عارف أنا عاوز إيه، ولا عارف أنا عايش ليه أصلا. في البيت يقولوا لي أنت فاشل ومش متربي، في الكلية يقولوا لي أنت مش نافع في أي حاجة، في الكنيسة يقولوا لي أنت بايظ وهتبوظ اللي حواليك، وصحابي بيقولوا لي أنت مش تبعنا. حتى البنت اللي أنا كنت بحبها بتقول لي أنت مش مناسب ليا، محدش حاسس بيا ولا حد بيسمعني ولا حد بيسأل فيا. اشمعنى انا فاشل وكل الناس اللي حواليا حياتهم ماشيه؟ انا تعبت. طب ما حاولتش تنتحر؟ حاولت بس برضه فشلت. يعني فاشل رسمي يا فاشل. عادي يا بيشو، عادي. واحد زي ده نموذج موجود كتير حوالينا. جايز تحس انها مشكلة هايفة، لكن هو جواه نار قايدة بيتحرق بيها كل يوم ومحدش بيحس بيه. مش واحد اتألم كام ساعة وطوب الأرض متعاطف معاه وبيعيط عليه. وبكرر تاني، مين اللي اتألم أكتر؟ فكروا. ممكن نتعرف بحضرتك؟ نجيب ساويرس. يا ريت كانت الفلوس قد الاسم. وضح. أنا موظف بسيط في شركة صغيرة، بنزل كل يوم من بيتنا 5 الفجر، بقعد أشتغل لحد 12 بالليل. في آخر الشهر بقبض قرشين بيكفوني بالعافية لحد نص الشهر، وبستلف عشان أكمل باقيه. طب فين المشكلة؟ عيالي لا طايل أقعد معاهم ولا طايل أدبر لهم احتياجاتهم.
الكبير عنده سوء تغذية، والصغير كل شوية يعيا ومش قادرين على مصاريف علاجه. الواحد كان زمان بيحاول يعافر، دلوقتي حتى المعافرة مش جايبة نتيجة. بقيت مديون لطوب الأرض، وبين يوم والتاني هنضطرب من العشة اللي لمانا ونترمي في الشارع. مش عارف أعمل إيه، مش عارف. ألف سلام، ألف سلام. احنا بنهلك مش همينك، مش دمنا ده بيجري في شرايينك، وسايبنا وبتقول سايبينك. فين انت يا إلهنا، فين؟ حقيقي فعلا مفيش أمان، ومفيش فلوس في البيت كمان، وعيالنا منهم خجلان، والكاس مرار وأهو ضايقين، والفشل قدام عينيا، والبوظان على طرف ايديا. ارحمنا بقى، فين الحنية؟ خلاص فعلا مش قادرين. احنا بنهلك مش همينك، مش دمنا ده بيجري في شرايينك، وسايبنا وبتقول سايبينك. فين انت يا إلهنا، فين؟ محدش هيحس بيكم وبالآلام اللي انتوا كاتمينها جواكم من زمان، لأنكم للأسف مشغولين بواحد اتألم 9 ساعات من 2000 سنة. وزي ما قلت في الأول، الحكم في النهاية لحضراتكم. بس خلي بالك، لو انت بتسمعني أو بتسمع الناس دي، خطر في بالك مشكلة في حياتك أو حياة ناس يهموك، يبقى انت أصبحت شاهد إثبات معانا في القضية. متهيألي كده يا جماعة الأحكام صدرت خلاص، وأصبحت واجبة النفاذ. إنه خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب، ولا تهلك الأمة كلها. وصدرت الأحكام، أحكام لعنة الخطية من وقت سقوط آدم في أول الدهور. الأرض الملعونة بتطرح أشواكها إكليل على راس المخلص. كل لعنات الأرض اتجمعت في الإكليل ده. كل فكرة شريرة طلعت من راسي بقت شوكة تجرح راسه. كل خطية فكرت فيها زودت جراح إكليله. أما أنا فمستعد للصياد، وبجعي مقابلي في كل حين. بذلت ظهري للضاربين، وخدي للناتفين، وجهي لم أستر عن العار والبصق. الشيطان ربطني بقيود الخطية، ونازل بضرباته على ظهري. رب المجد شافني وقال لي: أنا بدالك يا ابني. كل جلدة على ظهره كانت مفروض لظهري أنا. عروه عشان يضربوه، زي ما الخطية عرت آدم وعرت كل خاطي من صورة المجد. فجأة صاحب المجد يتذل مكاني عشان آخد أنا صورة المجد من تاني. لكن أحزاننا حملها، وأوجاعنا تحملها. هو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أثامنا. ظلم، أما هو فتذلل ولم يفتح فاه. كشاة تساق إلى الذبح، وكنعجة صامتة أمام جازيها.
ودلوقتي جت اللحظة المهمة اللي قال عنها من زمان: إن أراد أحد أن يأتي ورائي بكامل حريته بكامل إرادته فلينكر نفسه. وقبل ما طلبها مننا هو اللي بدأ بنفسه. عاش عبد وسطنا وهو رب الكون. كانت إرادة الإنسان من زمان يكون زي ربنا، فكانت إرادة ربنا إنه يجي إنسان، ومش أي إنسان، إنسان فقير في مزود، إنسان خدام يغسل الرجلين، إنسان مهان حتى من عبيد قيافة وحنان. قدوس الله الذي من أجلنا صار إنسانا بغير استحالة وهو الإله. قدوس القوي الذي أظهر بالضعف ما هو أعظم من القوة. ووسط ده كله بتقولي إن أردت أن تتبعني، إن أردت أن تكون مسيحيا، إن أردت أن تكون خادما حقيقيا، إن أردت انكر ذاتك واحمل صليبك. الصليب هو النير اللي هو بيشيله معاك. الصليب هو سر المسيحية اللي تبان صعبة من بعيد، تبان مستحيلة من أول انطباع، لكن لما نبدأ الطريق تلاقي رب الأرباب هو اللي شايل. ولما توصل معاه لحد جلجثة هتلاقيه هو اللي اتصلب عليه لوحده، وانت اللي أخدت حريتك وأبديتك. هتلاقيه هو اللي اتسمر، ايديه اللي عمرها ما عملت غير الخير يكون جزاها تتقطع بالمسامير، ورجليه اللي ياما مشيت تدور على الموجوعين يكون مصيرها معصورة بين المسمار والخشب. ياما سألت نفسي انت ليه اخترتني؟ ليه اخترتني وانا نجار فقير عشان يكون اب ليك قدام الناس؟ ليه اخترتني وانا نجار عجوز عشان يكون خادم التجسد وشاهد على ميلادك؟ دلوقتي بس فهمت ليه اخترتني انا يوسف النجار. اخترتني عشان هدفك هو ده، خشبة ومسمار تنقذ بيهم العالم من اللعنة، صليب تفتح بيه أحضانك للكل. الحل كان دايما قدامك ولا يخفى عليك شيء. هذا الذي أصعد ذاته ذبيحة مقبولة على الصليب، فاشتمه أبوه الصالح وقت المساء على الجلجثة. استنى، أنا دلوقتي فهمت. آلام المسيح ما كانتش يوم الجمعة بس، ده من وقت ما اتولد وهو شارب من كاس المرار والظلم والفقر. كان نجار معاك، كان عايش اليوم بيومه زي حالاتي، ده حتى ما كانش عنده بيت يسند راسه فيه. أيوة يا رب، انت عديت باللي أنا فيه قبل كده. حياتك كانت عذاب وختمتها بأبشع موتة. يعني انت عارف وشايف وفاهم وهتعرف تدبرها من عندك. أيوة، أنا إلهي ضايق اللي أنا ضايقه ومش هيسيبني. طب بتخرب بتقول يا راجل انت؟ ما تسمعوش كلامه، ده مختل. افتكروا البنت اللي في الصورة دي، المريضة اللي اتعذبت بقالها 8 شهور وهتموت برضه في الآخر. ذنبها ايه؟ ها؟ ذنبها ايه؟ مساميره اللي اتسمر بيها هي اللي أنقذتني من طياشة أعمالك. كأني كنت ملخلخ ومخلع ومحتاج نجار شاطر يثبتني بمساميره. محتاجه يصلب العالم ليا ويصلبني أنا للعالم. سمر خوفك في لحمي كي لا أخطئ إليك.
سمر خوفك في لحمي كي لا أخطئ إليك. انت لو كنت مريض زيها من 8 شهور ما كانش ده هيكون كلامك. يا عديم الرحمة، يا منزوع القلب، يا ممكن بعد إذنك؟ أنا صاحبة الصورة، أنا المريضة اللي الباشا بيتاجر بصورتها. كان عندي شعر قبل كده، بس زي ما انتوا عارفين الكيماوي وعمايله. معلش اتأخرت عليك، الدكاترة طولوا قوي النهاردة. لو بس تشوفهم وهم حاسين بالعجز وقلة الحيلة قدام المرض. تخيل يا بابا يسوع، الإنسان بعلمه وعقله سيطر على كل حاجة في العالم، وجاي قدام شوية خلايا صغيرة جواه مش عارف يسيطر عليها. قد إيه إحنا ضعفة. صحيح دي آخر خصلة شعر كانت عندي، وقعت النهاردة. قلت أجيبها لك زي كل الخصل اللي فاتوا. أنا عارفة إنه كل واحدة منهم وقعت بإذنك. فاكر أول خصلة لما جبتها لك؟ كنت متضايقة قوي، كنت جاية أتخانق معاك، كنت حاسة إنك مش شايف، مش حاسس، مش سامع. لأ، كنت حاسة إنك شايف كل حاجة وسايبني، رميني، ناسيني وناسي كل الناس اللي موجوعة. كنت عبيطة قوي يا بابا، كنت مش عارفاك ولا فهماك. بس دلوقتي أنا عارفاك كويس وفهماك كويس. فترة المرض دي كانت حياة جديدة بالنسبة لي. كنت زمان بسمع عنك، لكن دلوقتي شفتك ودقتك وجربت العشرة معاك، ونفسي أفضل معاك على طول. بشكرك بجد على ال8 شهور اللي فاتوا. ما كنتش هقدر أشوفك كده لو ما كانوش حصلوا. تصدق احنا طلعنا زي بعض. عشت طول عمرك محدش فاهمك ولا حاسس بيك. ايوه زي بعض. ولا اليهود اللي انت جيت عشانهم قبلوك، ولا التلاميذ اللي انت عشت معاهم فهموك. مش بقولك زي بعض. وقت المعجزات الكل كان حواليك، والكل هرب لما قبضوا عليك، وشلت مصايب الناس كلها لوحدك. انت ضايق اللي انا ضايقه، عديت في اللي انا فيه قبل كده، بس انت طلعت جدع. انا لأ، كنت راجل للآخر. انا لأ. بقولك احنا ينفع نبقى صحاب؟ ممكن تقبل واحد زيي يكون صاحبك؟ انا عارف انك هتوافق. انت عمرك ما رفضت حد، عمرك. إخواتي، ربنا يسوع المسيح بيحب حب مستحيل نعرف نوصفه. حب يدفي، يطمن، حب يغذي ويعزي، حب يكبر ويحرر من القيود. إن كنت جلدته، مسمرته، قتلته، حبه ليك من جريمتك يخلصك. اللي يدوق حلاوة حبيبي يسوع يلزق فيه العمر كله وما يسيبوش. أتارينا ما كناش شايفينك وفاكرين إننا مش همينك، علشان انتوا تهموني اتجسدت عشان تشوفوني وتعيشوا معايا، تنادوني يا أبانا وكمان يا ربوني، وانا ادعوكم ليا بنين علشان عندي مهمين. تندهنا ومش سامعينك وفاكرين إننا مش همينك، علشان انتوا تهموني ما هربتش والكل سابوني، وبجلدات على ظهري رموني، وبتاج الشوق كللوني، علامة ملكي على الجبين علشان عندي مهمين. أشواكنا بنغرس في جبينك ونقول إن
علشان انتوا تهموني، فوق صليب العار حطوني، ووسط للصين صلبوني، يجدفوا عليا يعيروني، وقبلت اللص اليمين، ما كلكم عندي مهمين. اذكرنا رفعنا بيمينك، ازاي قلنا مش همينك، علشان انتوا تهموني، بالحربة في جنبي طعنوني، ادخلوا حضني وعيشوني، اوهبكوا الغفران ساعدوني، بالتوبة ولو بعد سنين، بحبكم ده انتوا مهمين. أنا حبة حنطة قدام عيونكم، وعشان يا ولادي انتوا تهموني، هعيش وأحيا جوا قلوبكم، بس لو فيها دفنتوني. اللي عمل الفتنة مات واندفن وكله تمام، كله يروح على بيته يطمن خلاص وينام. بس هتلاقوني باجيلكم في أسوأ الأحلام، هتبقوا ملكي صحيح ولعبتي في المنام. هنوني بصوت مسموع منك له، يا شيطان قول انا صلبت اللي اسمه يسوع، يحيى يعيش بعد زبول، مين يا بشر يتحداني مكانكم ويا يسوع في جحيم، مش هتمشوا وراه من تاني واسألوا آدم وإبراهيم، انتوا أكلة جميلة في بقي، إن أبلعكم كل منايا، كل واحد فيكم من حقي، مطرح ما حكون يبقى معايا، أنا سيدكم وانتوا عبيدي، ومفيش حاجة هتبقى في إيدكم، أنا السلطان كله في إيدي، مني مفيش حد هينجدكم، أنا إله هذا الدهر، هو إله هذا الدهر، اسجدوا ليا اعبدوني، اسجدوا لي اعبدوني، عبادتكم بالخفا والجهر، هتكونوا ليا. ها سمعتوني؟ ها سمعتوني؟ سمعتوني؟ أيوة يا سيدي سامعينك، قول النتيجة مستنيينك. النتيجة؟ مفيش. رجعنا لنقطة الصفر تاني. أما السمك ما تلاقيش،
ولا بسرياية معبراني. مش لو المعلم كان هنا كان فتح كل طريق مسدود؟ كان بخير وكفانا كلنا. بس المعلم خلاص مش موجود. طب والحل؟ ايه العمل؟ لموا الشباك، مفيش أمل. يلا اتحركوا، مستنيين ايه؟ مش كفاية علينا الليل واللي بيجرى فيه؟ يلا بينا نروح على الشط، يلا كفاية الشيل والحد. ما سمعتوش؟ بينا على السفينة ونشد تحت الليلة دي خط. في سفينة 7 تلاميذ، معاهم شبكة وسنارة بيصطادوا والفكر هزيز على بحيرة اسمها كنارة. في سفينة 7 تلاميذ، معاهم شبكة وسنارة بيصطادوا والفكر هزيز على بحيرة اسمها كنارة. وكنارة هي طبرية وجنيسر وبحر الجليل، مكسورين ودبور محمية بعد الموت الكل ذليل. سفينة 7 تلاميذ، معاهم شبكة وسنارة، راجعين والهم طايلنا والقلب مليان بالإحباط، بنجر فشلنا بمراكبنا بدل العمق بقى في انحطاط. راجعين نصطاد من تاني للماضي لينا ارتباط، بعد ما كنا بنسيت ثواني ونحل خاطي من الرباط. بقينا في شبر المية نغرق ومفيش هدف ليه راح نحقق، وللسحاب في 6 باب نفسنا نلقى الفجر يشقشق. ودينا راجعين للشط أوام بإيد ورا وفشل قدام، وليلنا شاهد سمك معاند. راحت فين أجمل أيام، والشط أكيد فاضي من ناس بيسخر من صياد محتاس. حتى اللي كان عمله بإتقان بقى مع رمله خلاص يندس. ايه ده؟ مين على الشط؟ ده شخص لوحده معهوش حد ومولع نار، واقف في انتظار، ثابت مهما في جزر ومد. ها، مفيش سمك برضو؟ لسه معنداكوا الأسماك؟ انسوا فشلكوا بطوله وعرضه وارموا حبايبي الشبك هناك. ننسى فشلنا بطوله وعرضه ونرمي يلا الشبك هناك. واللي فدانا بالدم الأثمن واقف لنا عالشط دايما، بيقول حبايبي عاوزين سمك ارموا الشبك عالجانب الأيمن. ايه ده؟ شدوا الشباك، ده مشهد عشناه من سنين. ده السمك راجع والجبل بارع، الشخص ده مفيش منه اتنين. يلا بينا شدوا الشباك، ده مشهد عشناه من سنين. ده السمك راجع والجبل بارع، الشخص ده مفيش منه اتنين. هو الرب يا محلى ظهور، سامعين صوته شايفين حضوره. ده فعلا قام من موت وألام وبيغلب ضلمتنا بنور. هو الرب يا محلى ظهور، سامعين صوته شايفين حضوره. ده فعلا قام من موت وألام وبيغلب ضلمتنا بنور. علشان انتوا تهموني وبيغلب ضلمتنا بنور.